اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. صباحكم فل، صباحكم هنا. النهارده عيد الربيع بتاعنا. كل سنة وكل عيد ربيع وانتم طيبين. الورد يفتح سوري. الورد يفتح والشجر يكبر، والحاجات الجميلة تحلو في عيد الربيع. اللهم صل على النبي. طبعا هناكل رنجة، كبار هياكلوا رنجة وفسيخ وملوحة والحاجات ديت، بس احفادي ما بياكلوش الحاجات دي. هنعمل لهم تعمل لهم يا تيتا؟ هعمل لهم طبق كشري. كشري المصري بتاعنا، وكل حاجة لوحدها، مش هعمل في حلة واحدة. ده كده قد نص كيلو بصل، عشان هاخد منه اسيب حبة في التقلية في الكشري، واخد حبة للتقلية. عفوا. وده عدس منقيه حلو قوي، عشان بيبقى فيه كده حاجه زي حاجه كده مدوره فيه. ونقعه قد ساعه كده. اما البصل يحمر هنقول لكم هنعمل ايه. اللهم صل على النبي. التقليه احمرت. خدنا نصها وسيبنا حبه هنا، ونزلنا عليها بقى بالميه هتفرفر، وبعدين انزل عليها بالعدس. اللهم صل على النبي. نحط الملح، حبة كزبرة ناشفة، بحب احط عليها كزبرة ناشفة الكشري بيطعمه كده واخليه جميل. فلفل اسمر، مكعب دجاج، وخلاص. فلفل اسمر وملح ومرق الدجاج وحبة كزبرة ناشفة. عايزة تحطي فص توم في قلبها حطي، بس انا مش هحط، عشان هيبقى في تقلية فيها توم وخل، فعشان الاولاد وكده. كده بقى يغلي غلوة عشان ينزل الحمار بتاع البصل. غلي اهو. وادي التقلية اهي مقرمشة وجميلة اهي. هننزل بقى بالعدس عليه. طبعا العدس اللي نقعاه يا بنات بقاله ساعة، عشان ما ياخدش نار وما ياخدش وقت. طبعا لما يستوي محمره له الشعريه اهو. اول ما يستوي بقى العدس هروح نازله عليه بالشعريه والرز وخلاص. وسلقنا المكرونه وحطينا حبه زيت في قلب الحله ولما المكرونه صفيناها رحنا حطينا حبه زيت في قلب الحله، وبعدين نزلنا عليها بالمكرونه. اي انواع بقى انت عايزاها، اسباجيتي صغيره، قلم، اي نوع انت بتحبيه في الكشري بتاعك، وتقلبيه وتحطي فلفل اسمر عليه وتقلبيه وخلاص. على كده هنعمل بقى الدقه اللهم صل على النبي والصلصه. سهل جدا يا بنات. البنات اللي عايز تخش المطبخ وعايز نفسها تعمل طبق كشري سهل جدا ليهم، ما فيهوش اي حاجه خالص. واحسن لك تعملي كده كل حاجه لوحدها، بلاش حله واحده، عشان ما اضمنش المكرونه تطلع معاكي في الحله كده، ما اضمنهاش الصراحه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. العدس طبعا استوى، عشان انا قاعده بقالي ساعه. استوى خلاص. هنزلت عليه بالرز والشعريه اهو. ما شاء الله جميل. هندوق كده معاكم نشوفوا عايز ملح عايز حاجه، نحط له مرق دجاج وكله. الله. مش عايز اي حاجه خالص. كده بقى اول ما يغلي هنوطي عليه. مكرونه اهي فلفله وجميله اهي، والاتنين على بعض اسباجيتي ومكرونه صغيره. نعمل الصلصه بقى. نحب الزيت، حته تومه كده مفرزاها، صلصه عاديه خالص زي بتاعه الفته، ما فيهاش اي حاجه، بس بدل الزيت سمنه. يعني الفته بدل ما نحط زيت كده لديت بنحط للفته سمنه، لكن هي ما فيهاش اي حاجه خالص. واللي عايز يحط لها خل في قلبيها، بس انا بخلي الخل في الصلصه مشطه، وبخلي الخل في الدقه. ما بحطش خل في الصلصه دي. دي صلصه كنت مفرزاها، معاكم. كنت جايبه طماطم، والطماطم رخيصه، ومفرزاها ومصلصاها. هنزل عليها ملح وفلفل بس. بصوا بقى، دي بقى الصلصه النار بقى. الصلصه اللي بيقولوا عليها صلصه بالزيت. ده حب الزيت هننزل عليها بقى كده. استنى ما يسخن بس شويه كده. هننزل عليها بالشطه دي، والشطه دي عايزه اقول لكم نار. الشطه الاصليه اللي هي السوداني، نار نار نار.
عايزه اقول لكم حبه كشري زي العسل. هيسيبوا الرنجه والملوحه ويخشوا على الكشري. صراحه انا بعمل شويه كشري مش شكرانيه في نفسي، بعمل طبق كشري عسل بيحبوا ياكلوه من ايديا احفادي واولادي. كده حمرنا الشطه، وخلي بالكم انا لابسه كمامه. وهننزل عليها كمان حته هريسه. الله 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 يا تيتا الله. الهريسه دي حمراء. اللي هي الحمراء، وانا اعوذ بالله من كلمه انا وضربها بعملها معاكم مره على القناه. ننزل عليها بقى بحبه صلصه من اللي احنا عاملينها بالتومه، تاخد تدي بقى بشكل ودي مع نفسها. دي صلصه زيت اهي، تغلي بقى كده وعليها ملحها وعليها حاجات. كل حاجه اللي ياخد حبه كده اهو، هي بقى ايه مع نفسه. نقول الله يرحمه. الكشري استوى اهو يا بنات اهو. هنقلبه بقى مفلفل كده وجميل اهو، ما خدش نار خالص. اقل من نص ساعه كمان، اقل من تلت ساعه كان استوى. ما شاء الله عليه، قمر اهو. هنغرف بقى وندوق معاكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. بصوا الملوحه القمر ازاي، قمر اهو. بصوا شايفين الكشري، الكشري اهو جميل اهو. ودي الصلصه الحراقه والرنجة عليها الطحينه، وادي البصل، دي هريسه والبصل والليمون والخس اهي. جنينه اهي جنينه. البيض الملون اهو عشان الاحفاد. كل سنه وانتم طيبين. بطاطس محمره، الرنجة اهي، اللي حابب يحط عليها طحينه يحط حسب الرغبه. كشري بقى عايزه اقول لكم طبق كشري روعه. دي عايز قهوه. الصبح ديت سندوتشات. ما تنسوناش باللايك واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني بص التانك ده هيتملى من الصبح وانت ماشي وانت راجع. انت دماغك تخيل بقى لو سمعت بقى. الله عليك.